قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان، ماشي. إحنا مش عايزين يعني دايمًا الناس بتيجي بعد المشكلة، صح، إحنا مش عايزين نوصل أصلًا لفكرة الندم، صح. إن اللي بيحصل إن اتنين بيبقوا مرتبطين تمام، طرف هو مش فاهم مثلًا في العلاقة أو في حاجة زي كده، فبيسيبوا، بتلاقي إن الطرف التاني ده ارتبط بحد مواصفاته أقل من مواصفات الأولاني، حلو، بس عايش سعيد ومبسوط. حلو. الطرف التاني بيندم إن هو ضيّع الشخص ده من إيده، وفي نفس الوقت كان بيقول طب ما أنا كنت عملت قبل ما الدنيا تبوظ. إيه الحاجات اللي نحاول نعملها علشان ما نندمش بعد كده؟ ما نحطش توقعات غير حقيقية، ده قبل أي حاجة. التوقعات غير الحقيقية اللي تملي بتقول لي إن العريس الجاي أحسن. التوقعات غير الحقيقية إن أنا عايزاه بيعمل كل الحاجات اللي سوبرمان بيعملها. ليه؟ لأن أنا هابقى باتعامل دايمًا إني لمّا أرضى بحد مش بالمواصفات الفظيعة اللي أنا عايزاها، إن أنا كده تنازلت. مع إن أنا ممكن يكون فعلًا الإنسان اللي أنا كنت معتقدة إني كنت هاتنازل لمّا أوافق عليه، هو اللي يحقق لي السعادة، أو على الأقل مش السعادة كمان، هو اللي يحقق لي الراحة في العلاقة، إن أنا أكون مرتاحة وأنا موجودة في العلاقة، سواء راجل أو ست، الاتنين بينطبق عليهم نفس الكلام. لكن حتة إن أنا دايمًا أكون متوقع، أو إن أنا شايف إن تنازل مني إن أنا وافقت، أو تنازل مني إن أنا قبلت، وبسبب ده لأ أنا مش هاقبل، وبعد كده لمّا الدنيا تلِف أكتشف إن لأ ده كانت دي أحسن حاجة وأنا اللي ضيعتها من إيديّا، يبقى المشكلة كانت عندي. أنا اللي مش عارف أنا عايز إيه ده أولًا، ولا أنا مُدرك إيه الحاجات المهمة اللي أدوّر عليها وإيه الحاجات اللي ما لهاش أي لازمة. طيب في حاجات ممكن نعملها نلحق بيها قبل ما نوصل للندم؟ يعني خلاص أنا دلوقتي في العلاقة أنا جواها يعني. وأنا جواها بقى آه. خلاص وعايزة ألحق قبل ما أندم، يعني مش عايزة أوصل لمرحلة الندم. خلاص أبدأ أشوف هو اللي أنا بادوّر عليه ده صح والّا غلط، دي قبل أي شيء. بدايةً كده هو اللي أنا عايزه ده أساسًا صح والّا لأ؟ ثانيًا اللي أنا عايزه ده نسبة تحققه كام في المِيّة؟ يعني مثلًا واحدة عايزة راجل يكون معاه مبلغ معيّن، يكون بيقبض مبلغ معيّن عشان يعيّشها في مكان معيّن. تمام. طب أنتِ عارفة أساسًا نسبة الرجالة اللي يتحقق عليها الشرط ده والّا لأ؟ إمم. لقيتِ إن النسبة غير منطقية، يبقى غير منطقي إن أنتِ تكوني عايزة ده وتحسبي حسابِك على ده، لأ أنتِ لازم تكوني حاطة إن الأغلبية مش كده. فلو أنتِ عايزة ده بس يبقى أنتِ خرجتِ برّه الأغلبية أصلًا، وخروجِك برّه الأغلبية ده يخلّيكِ أنتِ اللي عارفة إيه هي الأعداد اللي تنفع والأعداد اللي ما تنفعش. إمم. فلو يعني أنا يبقى لقيت إن أنا فعلًا بادوّر على حاجة شبه مش موجودة، لأ أتراجع شوية، اللي هو خلّيني منطقي. يعني أنا الأول أعرف أنا عايزة إيه. طبعًا، واللي أنا عايزه ده فعلًا متواجد بالطريقة اللي أنا شايفها والّا لأ، والّا هو حاجة في خيالي أنا بس. طب في كده التوقعات هي والمتطلبات. اسمها التوقعات، آه. طيب طريقة التعامل مع الشخص ذات نفسه، ما أنا في ممكن حالة مين؟ يعني أنا اللي متوقع وعايز حاجة معينة، والّا الطرف التاني اللي أنا متوقع منه؟ أنا دلوقتي خلاص أنا قُلت للطرف ده أنا والله عايزة محتاجة كذا، كذا، محتاجة طريقة معاملة بأسلوب تمام. معيّن أنا محتاجه، والطرف التاني دهوّة ما استجابش. نجيبها حبة حبة. لو الطرف اللي بيطلب طلب حاجة في استطاعة الطرف التاني، فواجب عليه إن هو يعملها. تمام. واجب عليه، خاصةً ما بين زوج وزوجة، لازم يلبّوا احتياجات بعض. ولكن لو الطرف اللي بيطلب حاجة مش في استطاعة الطرف التاني، فهي كده تعجيز. أنت كده بتقلل مني، لإن أنت بتطلب مني حاجة أنت أنت نفسك عارف مش إن أنا ما أقدرش أنا ما أعملها. أقدرش أعمله. أنت اللي عارف مش أنا. إمم. ففي حاجة ما بين اتنين، يا إما هي في استطاعة الطرف اللي أنا باطلب منه، يا مش في استطاعته. لو في استطاعته يبقى الطرف اللي اتطلب منه لازم يعملها. لازم، لازم بمعنى كلمة لازم، بقت واجب عليه، لإن أنت تقدر وأنا قُلت لك ده احتياج عندي. كلمة إن أنا أقول للطرف اللي معايا إن ده احتياج، اعرف إن دي حاجة مهمة بالنسبة لي. أنا مش جاي باقول كلام في الهوا، أنا باطلب احتياج، أنا أحتاج كذا. لكن لو أنا باطلب حاجة وأنا نفسي عارف إن هي مش في استطاعة الطرف اللي قدامي، أنا كده باعجّزه. طب ما أنا ممكن ما أعرفش إن اللي قدّامي ده هيعرف يعمل ده والّا لأ. مش في كل الأحوال، حاجات قليلة أوي اللي أنا باكون شبه مش فاهم إيه اللي هيقدر يعمله والّا لأ. ولكن في أغلب الحاجة لأ، أنا بابقى عارف، أنا عارف ومُدرك جدًا هو عايز إيه، أو معنى أدق هو يقدر يعمل إيه وما يعملش إيه. ولكن توقعاتي الغير منطقية بتخلّيني ساعات أخدع نفسي إن لأ، أنا ما باطلبش حاجة مستحيلة. وساعتها أقوم قايل لنفسي إيه، ما فلان وعلان فلان. بيعملوا، إمم. فأقوم واقع في مقارنة تاني، لكن ده مش صح. طيب هل تبادل الأدوار، تبادل الأدوار. إني أنا أحُط نفسي مكان اللي قدّامي، آه تمام. إن أنا أشوف يعني أبتدي كده إيه، يعني نتخلّص شوية
من اللي هو اجرب احط انا نفسي مكان اللي قدامي، هل ده صح. ممكن ما يخلينيش اندم بعد كده ان لان انا اول ما هبدا افكر بدماغي اللي قدامي واحط نفسي مكانه، هعرف هو بيتصرف كده ليه، فهيخليني اتراجع عن حاجات كنت ممكن لو عملتها تبوظ الدنيا. يعني تبادل الادوار ان انا احط نفسي مكان اللي قدامي ده مش تبادل الادوار بمعنى اني احط نفسي مكان بحط اللي نفسي قدامي. مكان اللي اه قدامي، اه لو طبعا، افكر لان ساعتها بدماغه الله شويه. ينور عليكي، ساعتها انا هبقى شايف هو الطرف التاني باصص لنفس الموضوع ده ازاي، وجهة نظره ايه، ايه المنطلق اللي مخليه بيقول لي كده ينفع او كده ما ينفعش، هو بيتكلم كده ليه. لكن في الاول مجرد ان انا عايز اطلب وكن فيكون وانت لازم تعملي او انت لازم تعملي لي، طب الاساس فين؟ هل اساسا ده في استطاعة الطرف التاني ولا هو مجرد كلام انا بس بقول انت ما عملتليش عشان انت مقصر، انا بس بقول انت المفروض تعمل لي لاني شايف اني استحق. طب انا اساسا اقدر اعمل ده؟ لو انا اقدر اعمله بقى واجب، لو انا ما اقدرش يبقى تعجيز. يعني لقطة التعجيز دي بتحصل تملي لما الطرف اللي بيطلب ما بيكونش حاطط نفسه مكان الطرف التاني. انت مش عارف اساسا، انت مش عارف تفكر زي ما انا بفكر، مش عارف تشوفها زي ما انا شايفها. فهنا ممكن ابدل الادوار، ان حط بس نفسك مكاني، تخيل ان اللي بيطلب اللي انت بتطلبه ده بيطلب منك انت. طب لو حط نفسه مكانه وبرضه لا يزال محتفظ برأيه، يعني اقتناع مثلا صعبة دي، في موقف او في حاجه، لو حط نفسه صعبة دي، مكانه لا صعبة دي، صعبة جدا. كده بقى في جزء من العناد، اه سواء راجل او ست. كده بقى في جزء كبير من العناد. ازاي بعد ما تحط نفسك مكاني وتبص لها زي ما انا باصص يبقى هو نفس رايك؟ لازم يختلف ولو جزء بسيط، مش ضروري يتحول، لكن لازم يختلف جزء صغير حتى. او على الاقل هتوضح لي انا والله انا النقطه دي انا صح، حطيت نفسي مكانك، صح، انا والله شايف الوضع كذا كذا، انت بقى صح. شايف دي ايه؟ ايوه هي دي الحدوته كلها، ان انت شايف دي ايه. لما حطيت نفسك مكاني بقيت شايف بشكل مختلف. بالمناسبه مش بالضروره تبقى متفق معايا في كل شيء، بس اكيد في حاجه في وجهه نظرك او تفكيرك في الموقف اللي احنا فيه هتتغير ولو جزء صغير. الجزء الصغير ده ممكن يساعدنا ان احنا نحل المشكله. لكن ان انت تحط نفسك مكاني ومفيش اي حاجه تتغير، غالبا انت ما حطيتش نفسك مكاني، انت حطيت نفسك انت بدماغك انت وفكرت الناحيه التانيه. فكل اللي انت عملته ان انت حطيت وجهه نظرك عليا انا، على كده. لكن ما غيرتش حاجه، ما بصيتش من نظرتي انا، ما تناقشتش فعلا الموقف ده ينفع ولا لا. هل ضمان الشخص بيخلي البني ادم الطرف الثاني يندم؟ يعني ايه ضمان؟ يعني انا خلاص انا ضامن مثلا ان انا بعامل الشخص ده بمعامله معينه، وانا ضامن وجوده، ضامن وجوده فباجي عليه عشان ضامن وجوده. انا ضامن وجوده، ده اي هيخليني حد، اندم اه طبعا، بعدين. لان اي حد ليه طاقه، اي حد ليه طاقه، واي حد لو وصل لطاقه استيعابه الكامله ما بيتحملش ومش بيفرق معاه عواقب. يعني فلو انا عمال اجي على الشخص لمجرد اني ضامن انه قاعد، لا ضامن هيجي عليه باحتياج، الوقت، ضامن ايا كان، بظروف، ضامن ايا كان، بحب. هيجي عليه الوقت اللي خلاص لا 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 لا، كلنا عندنا طاقه لو وصلنا لها ما بنتراجعش، كلنا. ده الاطفال الصغيرين، اتفرجي على ام عماله تقول لابنها ذاكر 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 ذاكر، مجرد ان هي عماله تضغط دايما دايما هيجي عليه وقت ينفجر. انا مش عايز اذاكر، انا ما بحبش المذاكره. ما بالك بقى في حد هو اللي شايل المسؤوليه بجد، ان انا عشان ضامن ان انت كده كده موجود انا عمال اضغط عليك بكل الطرق، انت كده كده قاعد. هو هيروح فين؟ هيطلقك يعني؟ ما يقدرش، انت رابطه بكذا وكذا وكذا وكذا. بالظبط، وهي نفس الكلام، ده بنسمع. ونفس هي، وهي اه برضو يتقال له نفس الكلام. هي هتعمل ايه؟ تطلب الطلاق؟ قول لها اخلعيني وخليها تبريك، ما هي كده كده مضغوطه بكذا وكذا وكذا. بالظبط ده بيحصل. لا، احنا كده بنحارب، احنا كده مش متجوزين ولا عايزين نحل ولا بنحاول ان احنا نبقى افضل. مجرد ان انا متوقع ان الطرف التاني دائما هيرضى باللي انا بعمله فبضغط عليه زياده، هيجي عليه وقت وينفجر. ولما ينفجر اللي انفجر فيه هو اللي هيندم، لان اللي انفجر خلاص هيبقى الدنيا خلصت وانتهت بالنسبه له. لكن انت ساعتها هتحس بقى ان انت في حاجه ضيعتها من ايديك كانت كويسه، او انت هتحسي انك ضيعتي من ايديك حاجه مش كانت كويسه. وقتها الندم ما بينفعش. لا انا خلاص يعني انتهينا، فرصة الرجوع لا خلاص. انتهينا. لحظه الانفجار دي ما بيبقاش فيه ليها اي حساب للتوقعات مم. او العواقب، مش فارقه. اللي ان هي هو الكلمه خلاص بتاعت بقى ايه؟ يعني بقى. عليا وعلى اعدائي. انا مش فارقه خلاص، انا وصلت للمرحله اللي ما بقاش فيه منها رجوع. عند النقطه دي مفيش ان انا ينفع ارجع. قبلها ممكن، وممكن اروح واجي واتضايق واصفى والدنيا دي كلها، لكن في نقطه عند كل بني ادم مننا اول ما بيوصل لها انتهينا. ده لو هيحصل لي ايه، لو اول ما هعمل كده انا هموت مش مهم، يلا انا عايز اموت. لو اول ما هيحصل حياتي كلها هتتدمر مش مهم، ما هي ما كانتش جنه.
ما كانتش جنة بالظبط. فما ينفعش ان انا عشان ضامن وجود انسان اقعد ان انا ازود عليه. انا يبقى لو هزود عليه للدرجه دي انا اللي هندم في الاخر. يبقى احنا عشان ما نندمش، توقعات دي اول واحده. نفكر بدماغ بعض شوية. حط نفسنا مكان الطرف التاني، مش دايما انت شايف الموضوع كله صح. مم. حط نفسك في دماغ الطرف التاني وفكر بنفس طريقه تفكيره. لو لقيت نفسك وصلت للحته دي هيبقى انت قدرت توصل لحاجه تقدروا تحلوا عن طريقها. وان انا ما اضمنش وجود الشخص، ان ما انا اضغطش عليه لمجرد ان اني انا ضامن ضامن وجوده. اه، باحتياج، ايا لان كان بقى انا ضامنه بايه، باحتياج، بضغط، بمسؤوليه، بايا كان. ما استغلش دي ان انا اضغط عليه اكتر، لان لحظه انفجاره مش هيرجع. هم فعلا دول اهم 3 حاجات يخلي الانسان فعلا ما يندمش قبل فوات الاوان. لان ال3 دول هيخليه يفكر ويقدر ان هو يتناقش ويت... ويتعامل بطريقه افضل كتير. عشان ما نندمش. عشان ما نندمش. هنكمل الحلقات باذن الجاية. الله.